صلي على النبي يا صاحبي كده وما تقلبش وتعالى هنا. شوف اخواتك. شايف مشهد هستيري، فيديو موجع، شيزوفرينيا، وجع. هي هنا ولا مش هنا؟ انا عايز الناس دي يا جدعان تايهة، لازم نلحقهم ونمد ايدينا ليهم ونقف جنبهم ويخرجوا اقوى من الاول ونتشرف بيهم كلنا. احنا بنتحارب، بس بنتحارب بوجع، بنتحارب بأسوأ سلاح في العالم. بيحاربونا فينا، في شبابنا، في الجيل اللي طالع. الجيل. يلا بينا أقوى حلقة عن البودر، حقيقية خارجة من وسط الشارع، في صوت الشارع بتقول الحقيقة. احنا مش خايفين، احنا عايزين بلدنا أحسن، وعايزين نلحق شبابنا، وعايزين نأمن نفسنا عشان وقت الجد لما يجوا يحاربونا زي ما فكروا حاربوا أجدادنا وأهالينا وخلاننا مش هيعرفوا. والبودر ده اللي هو بالمناسبة لو انت مشيت في مرة من الأيام فشفت سواق توك توك أو شفت حد من الشباب واقف في الشارع وماشي عامل كده، وعشان يجيب الحاجة يجيبها في ساعة، لأن مفيش أعصاب. الأعصاب اللي في جسمه مش موجودة. الأوردر بيجي في دماغه عشان ينفذه بياخد كتير أوي عشان يتنفس، لأن هو مغيب، هو مش موجود، هو في رحلة بره الواقع، بس هو جثة قدامنا. ده البودر بالمناسبة، يعني الناس اللي بتشوف في الشارع. أي حد عنده حد من اهله وربنا مبتليه بحاجه زي كده، دي مكان يتعالج فيه بالله عليك، ومش عيب، بس بالله عليك الحقه واحمي افراد اسرته اللي حواليه، احمي الاهالي اللي حواليه. اتصل بمكان محترم يجي ياخده وتعالجه. لما هيخرج هيشكرك، في الاول هيبقى زعلان، ولما يخرج من المكان ده ويلاقي نفسه كويس هيشكرك ويقول الحمد لله ان انت ما سبتنيش. وبالبلدي كده، يا بخت من بكاني ولا ضحك الناس عليا. واتمنى ان الاماكن اللي بنودي فيها نعالج ومتوفره في مصر يعني يتقوا الله في الناس، يخفضوا الاسعار او يتعاملوا مع الناس دي معامله كويسه. انتوا بتقدروا تسحبوا المخدرات دي من جسمهم، بس الاهم انك تبدا توعيه ويبقى عنده تهيئه نفسيه، انت علاجك نفسي. وانتوا اسرته لما يخرج ليكوا حد زي ده، بلاش بقى كلمه انت مدمن، بلاش الكلام ده، لا شجعه. انت ما شاء الله عليك وشك رد، انت الله اكبر عليك، بقيت احسن بكتير. ايوه كده جدع، والله انا بفتخر بيك. لازم يلاقي الحاجات دي من اهله، لما يطلع الحاجات دي بتفرق معاه، لان هو راجع لعالم طبيعي تاني غير العالم اللي هو كان فيه. الكلام ده هو الحرب اللي بنتحارب بيها من ساعه ما اثبتنا كفاءتنا كرجاله. محدش عارف يجي معانا على الارض في ميدان معركه، بس يقدروا يحاربونا عن طريق تدمير الجيل. انتشار المخدرات الغريبه في الاسواق، انتشار الايس المقام الاول، البودر، الاستروكس، الفودو، مخدرات عمرنا ما سمعنا عنها، بس للاسف شفناها في جيلنا. على قد ما هقدر يعني نحاول نوصل لشباب ربنا عافاها كانوا بيشربوا الحاجات دي، يلبسوا ماسكات ويتكلموا معانا، او لو حابين يطلعوا يتكلموا معانا بارادتهم وده ما يأثرش عليهم هم، انا موافق، يعني يوصفوا لنا التجربه. وبكده خلصنا. يلا بينا متابعه بقى يا رجاله، ولايك وتابعوني. شكرا، شرفتوني.